السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا ما مسكش علبة المنتج أو كنز حاجة ساعة أو أي حاجة معلبة، ولما فتحها حس إنها مش مظبوطة، فبنروح بسرعة نقرا تاريخ انتهاء صلاحية المنتج ده علشان نتأكد من إنه صالح للاستعمال ولا هنرجعه تاني. وبعد ما بتشوف تاريخ الصلاحية وبتطمن، بياخدك الفضول وتبص على تاريخ الإنتاج، وبتلاقي المدة سنتين أو 3. وفي منتجات بيبقى تاريخ الصلاحية فيها شهور، وفي منتجات تانية تاريخ صلاحيتها أيام. فبيجي في دماغنا سؤال: هو ليه تاريخ انتهاء الصلاحية بيختلف من منتج للتاني؟ وإزاي أصلا بيقدروا يحددوا تاريخ انتهاء الصلاحية في اليوم ده بالذات؟ ولو بيستخدموا مادة معينة لحفظ المنتجات دي لسنين، ليه ما بيحطوهاش في كل المنتجات بكميات أكبر علشان تفضل فترة أطول والحاجة ما تبوظش، وكل المنتجات تبقى مدة صلاحيتها واحدة؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس في البداية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. جاهزين؟ يلا بينا. المنتجات في منها أنواع كتير، زي الألبان واللحوم والمعلبات وغيرها، وكل واحدة فيهم بيختلف تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعتها على حسب نوعها، وده بالرغم المواد اللي بتضاف ليها. زي مثلا منتجات الألبان اللي هي اللبن والجبنة والزبادي، ودي بتختلف مدة صلاحيتها لكل منتج فيهم على حسب طريقة تصنيعه. يعني لو اللبن كان طازة مدة صلاحيته بتكون من يوم إلى يومين، أما لو كان لبن مبستر فمدة صلاحيته بتوصل لأسبوعين. وعلشان كده بنحس باختلاف في طعم كل واحد فيهم. وبرضه الزبادي، يعني الزبادي المبستر مدة صلاحيته بتوصل لأسبوعين، على عكس الزبادي البيتي اللي أقصى فترة صلاحية ليه أسبوع واحد أو أقل، وده بيرجع لطريقة تصنيع كل واحد فيهم برضه. واللحوم برضه هكذا، لأن مدة صلاحيتها أيام مش أكتر، على عكس المنتجات المعلبة زي الأسماك واللحوم المعلبة والزيوت والبقوليات. لو جينا بصينا على مدة إنتاج وانتهاء صلاحية المنتجات دي هنلاقيها سنتين و3 سنين، ومع ذلك بتفضل محافظة على طعمها من غير تلف. طيب إزاي بيحصل الكلام ده؟ علشان نقدر نستخدم الحاجات دي بعد سنة أو سنتين من تصنيعها، كان لازم ندور على حاجة تمنع نمو البكتيريا اللي بتهلك أي حاجة وبتسبب عفونة في أي منتج. وهنا بيجي دور المواد الحافظة. والمواد الحافظة دي عبارة عن مواد كيميائية بيتم استخدامها في الحاجات المعلبة علشان تمنع نمو البكتيريا. وفي منها مواد حافظة كيميائية زي حمض البنزويك وحمض السوربيك والبوتاسيوم سوربات. وفي منها مواد حافظة طبيعية زي الأعشاب. طيب ليه ما يحطوش نفس النسب على كل المنتجات ونقدر نستخدمها بعد سنين بدل ما تتلاف؟ أحب أقولك إن مش كل منتجات ينفع يضاف ليها المواد الحافظة، وكمان كل منتج وليه كتلته الخاصة اللي من خلاله بيتحدد له فترة صلاحيته، وكل ده تحت إشراف وزارة الصحة. وبيتم استخدام المواد بكميات صغيرة للحفاظ على صلاحية المنتجات، زي السكر والملح والمكرونة وغيرهم من المنتجات التانية. طيب هل في منتجات ملهاش فترة صلاحية؟ طبعا. العسل ما بيتضافلوش أي حاجة وفترة صلاحيته غير منتهية، بيفضل مئات بل آلاف السنين. زي العسل اللي لقيوه في مقابر الفراعنة، كان ليه آلاف السنين وزي ما هو ما حصلوش أي تلف. والمواد اللي بتضاف للحاجات المعلبة اللي بنشتريها من السوبر ماركت ومن أي مكان لازم تبقى بنسب معينة علشان تدي البروتين اللازم للجسم، وفي نفس الوقت تحافظ على قيمتها الغذائية وتفضل صالحة لأطول وقت ممكن. وبكده تكون حلقتنا خلصت. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.